لو انت صاحب منتج والمنتج ده انت حابب تسوق له عندك على السوشيال ميديا عشان تقدر انك تاخد صور للمنتج ده وتنشرها عندك على انستجرام او فيسبوك او تويتر او غيره من السوشيال ميديا كاوضاع تصوير مختلفة، الموضوع مكلف. انت محتاج يعني لوكيشن، مصور محترف، اضاءة، وناس تشتغل عشان تقدر ان هي تطلع لك صورة واحدة بالطريقة اللي انت عايزها. فالموضوع فعلا مكلف. بس ايه رأيك لو انا قلت لك ان بكاميرا تليفونك، لو انت اخدت المنتج او صورة للمنتج بتاعك بكاميرا تليفونك وعدلتها على الاي اي، هيطلع معاك بالظبط الصور اللي انت شايفها دي دلوقتي. ده منتج انا جبته من على النت. هتلاقي عندك ان بالفعل الصورة مفيش غلطة فيها من حيث الكتابة باللغة العربية او مثلا الارقام او اي شيء يدل ان الصورة دي معمولة بالاي اي. فالنهاردة اعرفك على الموقع ده اللي هو بالفعل ممتاز جدا في تعديل الصور المنتجات وتخلي المنتج بتاعك يعني يكون باشكال كتيرة باوضاع كتيرة. ده النهاردة ان شاء الله هيكون موضوعنا، بجانب برضو ان انت تقدر تعمله ده مع الوجه البشري عادي وتعمل زي قصة. برضو هيكون في الفيديو بتاعنا ان شاء الله هتكلم عنه. لذلك عشان ما اطولش عليكم، الفيديو ده يا شباب يعتبر الفيديو الثاني عندي على القناة كفيديو اعلاني. شكرا جدا لكم على دعمكم، وده تاني فيديو عندي على القناة كفيديو اعلاني. دايما بحب اشكركم قبل اي حاجة، لان طبعا الشركات دي بتيجي تكلمني بسبب يعني فضل الله اولا ثم فضلكم. شكرا جدا لكم. ونروح بقى دلوقتي للشرح. هسيب لك انا رابط الموقع تحت في الوصف. مش معنى ان هو اعلان ان هو سيء، لا اطلاقا. والله انت شفت بنفسك ان نانو بنانا بيعمل كده، بس مش في نفس دقة الموقع ده، لان النانو بنانا بيشوه الصور. وده يعني شكل الصور اللي طالع من نانو بنانا، وهوريك دلوقتي كمثال قدامك، وكمان هوريك النتائج اللي هيطلعها الموقع اللي هتكلم عنه. والموقع اللي هتكلم عنه هو موقع هيكسفيلد، اتكلمت عنه قبل كده. وهو بالفعل موقع ممتاز في حاجات كتيرة، منها اللي بيعمل فيديوهات بالاي اي وكمان صور. فيلا بينا. بص يا صديقي، في اداة جديدة عملوها اسمها بوب كورن، ان انت تقدر تصنع صور باستخدام البوب كورن. ان انت حرفيا تقدر تعمل زي ستوري مود او قصة، وبجانب برضو ان انت تقدر تستخدم ده كمادة اعلانية ليك للمنتج بتاعك. فهو مميز في حوار الاعلان ده. يعني انا بكلمك عكس اللي هو بيقدمه لك، لا انا بكلمك على حاجة بالفعل انت هتحتاجها. فاول لما تروح عندك على الموقع اللي هو بوب كورن، مبدئيا الموقع مش ببلاش، بس هو في يعني نسخة مجانية عندك اهو. لو انت رحت عندك على البرايس هتلاقي عندك هنا في نسخة مجانية بيديك 5 كريدت في اليوم، وبيديك ديدلي كريدت اللي هو كل يوم يعني كريدت. بس عندك في البيزك بيديك 150 وحاجات تانية كتير. فعندك هنا كل خطة وسعرها بيقول لك والله هو هيديك ايه، اذا كان في الامج او في الفيديو او يعني حاجات كتيرة جدا. فلو احنا رحنا دلوقتي عندنا افتراضا على اللي هو الاداة الجديدة اللي اسمها بوب كورن في الاعلى زي ما انت شايف، اول ما تروح عليها وتدخل بحسابك على اللي هو يعني اللي اتسجلت بيه، هيظهر عندك بالشكل ده. انا عن نفسي يعني هنا بيقول لك ان انت تقدر تعمل ستوري مود، ان انت تقدر افتراضا تحط لحد 8 مشاهد كلهم ورا بعض، او يعني او انت تخلق مشاهد كلهم ورا بعض. عشان اديك مثال بالشكل البشري، بس ده مش الفيديو اللي انا حابب اقوله لك. افتراضا انا حابب اعمل قصه من 4 صور، اجي هنا عندي على المانيوال وهنا ارفع صوره ليا. افتراضا رفعت صوره ليا واقدر اقول له بكل بساطه ان انا والله حابب اني انا اخلي مثلا الشخص ده اللي هو انا يكون مثلا ماسك افتراضا يا سيدي اللي هو نقول المنتج ده اللي هو مش عارف ايه ده والله طحينه تقريبا ولا ايه مش عارف، انا حملتها كده وخلاص. ومثلا المشاهد اللي انا هعملها مثلا يكون في مسرح مثلا افتراضا، اقدر ان انا اجيب هنا مسرح افتراضا واشوف مثلا افتراضا يا سيدي مسرح زي ما انت شايف، وهقول له يا سيدي مثلا حابب ان هو يكون قاعد في مسرح، وهكذا. اقدر اديله لحد 4 صور، انا اخليه 3. وهنا اكتب بقى اللي انا عايزه من المشاهد. اقدر هنا افتح عندي جوجل واقول له مثلا يا سيدي افتراضا رجل يذهب الى المسرح ليشاهد مسرحية. ده اول حاجه اخدها كده نسخ واحطها هنا عندي في اللي هو الايه اللي هو المشهد الاول. بعد كده اروح هنا مثلا رجل يذهب وهو عند بوابه الدخول يتوقف لشراء هذا المشروب. اروح هنا مثلا جاي نقفل ده، بس هنا مثلا اروح جاي حاطط المشهد الثاني. بعد كده مثلا اقول له يا سيدي واجعله يدخل من باب المسرح، المسرحيه تعرض، ثم يجلس على الكرسي افتراضا يعني، ثم يجلس على الكرسي، ثم يجلس على الكرسي ويشرب المشروب ويشاهد المسرحيه افتراضا. يعني ده القصه اللي انا عملتها. اقدر اديله الوصف اللي انا عايزه واقول له هنا طبعا انا محتاج الصوره عامله ازاي، يعني بالطول بالعرض بتاعها. اقدر اختار المقاس. وعندي هنا طبعا بيقول لي ان انا اعملها مجاني، بس ده لمده 14 يوم فقط. بعد كده طبعا
بياخد منك كريدت. دلوقتي خلص زي ما انت شايف. فانا عملت مشهد كامل للشيء اللي انا بالفعل حبيت ان انا اعمله. زي ما انت شايف ان انا يعتبر داخل يعني افتراضا مسرح او بتمشى داخل المسرح. رحت المكان اللي انا المفروض اشتري منه الاشياء. بعد كده طبعا شكلي عبيط قوي شكل عبيط قوي بالصوره دي اشتكلي بتخانق معاه ليه يا عم ب5 جنيه تعويط ولا ايه؟ بعد ما فتحتها ادفع كل ده وبشرب طحينه كمان. تحس انها بيره استغفر الله العظيم بالازازه الزرقاء اللي بديها لي دي. بس ماشي خضره ولا ايه؟ بشرب طحينه بشرب طحينه اخر الدنيا بشرب طحينه. ماشي يا سيدي والله عجباني يا حبيبي. بس وبدي ظهري للستاره ما شاء الله. يعني انا بتفرج على الاضاءه كده اللي هو البتاع اللي فوق البلكونه اللي فوق. عموما يعني الصراحه خلينا اقول لك بصراحه هو من حيث الوجوه البشريه مش قد كده. نانو بنانا يتفوق الصراحه. يعني عشان برضه اكون صريح هو اعلان بس صريح معاك صريح جدا معاك. لو احنا جينا قارنا افتراضا نانو بنانا وهعمل نفس المشاهد هعمل نفس المشاهد بكل حاجه تلاقي عندك ان بالفعل نانو بنانا متفوق الصراحه في الوجوه البشريه والحاجات دي كلها. بس في المنتجات لا هو متفوق 100% عن نانو بنانا. وهوريك دلوقتي افتراضا يا سيدي هاخد كل اللي انا عملته يعني كل الوصف اللي انا عملته كده اهو تمام واقدر ان انا احطه عندي هنا اهو واشوف هيعمله ازاي. رغم ان انا ما قلتلوش يعني والله انت تعمل 1 2 3 يعني انا ممكن اعمل مشهد باستخدام نانو بنانا. فهو من حيث الوجوه البشريه لا نانو بنانا متفوق جدا اهو. بص يعني زي ما انت شايف يعني الصوره تحس ان انا بالفعل طالع هو انا يعني لو انا ممكن اخدها مثلا مشهد لا هو بالفعل نانو بنانا يعني الصراحه هو اللي متفوق جدا الصراحه في الايه في الوشوش. بس في المنتجات لا هو الصراحه سيء جدا. والموقع الاخر شكله حلو بالشعر والله. فتعالى دلوقتي بقى نجرب المنتج. احنا دلوقتي جربنا المشاهد اللي انا بعملها. اقدر بقى المشاهد دي انا يعني احركها احولها لفيديو بحيث ان انا اقدر اعملها مشاهد ورا بعض. بس بقى عندك هنا في بوب كورن اللي يميزه الصراحه بالنسبه لي وهو المنتج. اقدر ان انا هنا بكل بساطه اجي هنا عندي افتراضا على ان انا اضيف افتراضا المنتج بتاع الطحينه ده والله ولا جاي قدامي واروح هنا مثلا سيدي عندي واقول له اجعل هذا المنتج في اوضاع تصوير مختلفه لانه منتج اكل اجعله في سله او مثلا يعني اجعله في عربة السوبر ماركت او اجعله في كيس الشراء الخاص بالسوبر ماركت الكيس الورقي. اوضاع تصوير مختلفة كمثل الاعلانات. تمام حلو قوي اهو اديت له الوصف. ودلوقتي يا سيدي او من رايح عندي مديله هنا الوصف تمام وهو بالفعل هيديني اكتر صورة افتراضا. يعني هنا اقدر اخليه وصف واحد واديت له الصورة فقط يعني صورة المنتج فقط. واقدر مثلا اخليها يا سيدي بالشكل ده اللي هو مثلا نقول 3/4 او 9/16 افتراضا او 2/3 احسن. اقدر ان انا اعمل كده اهو واخليه بالفعل ان هو يصمم لي الصورة. في حين بقى ان انا لو رحت هنا عندي افتراضا على نانو بنانا شوف عندك الصورة هي. بص الصورة برضه عشان اكون واضح معاك. الصورة دي الكسيح معرفش ايه الكسيح ده طحينة الكسيح الذهبية منتج عالي الجودة. الوزن الصافي 900 جرام في عربي زي ما انت شايفه في لغه انجليزيه. التصميم اديك دلوقتي فهمت التصميم عامل ازاي. دلوقتي لو احنا رحنا عندنا على نانو بنانا واخترنا يا سيدي افتراضا المقاس ده هخليه كل المقاسات تمام لو 16/9 هتلاقي عندك بالفعل ان كتابته للغه العربيه سيئه جدا حتى للغه الانجليزيه سيئه. فهوريك ما طلعليش اي حاجه من اللي انا عايزها. لا ده لا انا اسف ما ضفتش الوصف تمام ما ضفتش الوصف انا اسف معلش. زي ما انت شايف اهو طلع لي هنا المنتج. بص عامل ازاي بايظ مفيش حاجه. بص طلع لي كل حاجه بايظه. بص طلع لي برضو نفس الشيء. بص عامل ازاي يعني الصوره بص عامله ازاي يعني بايظه اصلا طحينه زي ما انت شايف. بص عامل ازاي. بص سيء جدا جدا حقيقي مش واضح. هو واخد الشكل بس الكلام مش واضح. في حين بقى لو انت رحت عندك على اللي هو هيكسفيلد وننتظر عندنا لحد ما يشوف. بص عندي او طبعا جمعهم لي كلهم في صوره واحده. انا ما طلبتش ده انا قلت عايز مجموعه من الصور بس يمكن عشان انا اخترت هنا هقول له يعني اخترت عندي واحد فقط. لو انا اخترت 7 هيعمل لي 7. بس لو احنا جينا بصينا افتراضا عندي على المنتج اللي هو عمله وجيت مثلا حملت يا سيدي بص هتلاقي عندك ان المنتج بالفعل يعني كل حاجه فيه واضحه. طحينه الكسيح الذهبيه. بس طبعا انا عملت امثله قبل كده عشان بس برضه تكون ايه فاهم الليله. يعني دي امثله قبل كده عملتها. بص الصوره عامله ازاي. بص اهي طحينه الكسيح الذهبيه اهي منتج عالي الجوده 900 جرام. بالفعل باين ان هو باينه جدا انها حقيقيه تمام زي ما انت شايف برضه اهي من حيث الوجه او يعني من حيث الكلام. لا الكلام باين بشكل كويس جدا. ممكن تكون دي مثلا ممسوحه شويه بس الطحينه باينه وواضحه. عندك هنا برضو نفس الفكره اهو
لو احنا جينا حملناها وجينا فتحناها وكبرنا هلاقي عندي طحينة الكسيح الذهبية اهي، دي بس مش واضحة شوية عشان الشمس. منتج عالي الجودة، وزن صافي مش باينة قوي 900 جرام بس، من حيث اللي هو كله يعتبر قريب جدا من بعضه. زي ما انت شايف برضو عمل فيديو او عمل صورة تانية، والصورة بالفعل واضحة جدا اهو زي ما انت شايف. عندك هنا واضح جدا الوزن الصافي، طبعا يعني هي بس عشان كلام صغير قوي فمش باين، بس الكلام الكبير باين. منتج عالي الجودة، سمسم صافي مطحون 100%، الكسيح، وعندك يعني اغلبه باين. ففي فرق شاسع، ده عندك اللي هو الموقع وده عندك يا سيدي اللي هو جوجل. بص في فرق يعني شاسع جدا ما بين الاثنين اهو، عشان نعمل مقارنة حتى زي ما انت شايف. بص المقارنة عاملة ازاي، لا في مقارنة واضحة جدا ما بين ده وده. بص الكلام هنا، بص الكلام هنا، لا في فرق واضح، في فعلا فرق واضح. فبالفعل الموقع ده تفوق جدا في حوار عرض المنتج. بس كبشري انت شفت عامل ازاي، جوجل صراحه متفوق، اللي هي بنانا متفوق صراحه. بس ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. هسيب لكم طبعا رابط الموقع تحت في التعليق، خش وشوفه. تقدر ان انت بالفعل تحوله لحاجه كتيره جدا. افترض ان انت حابب ان انت تحول ده ليه مثلا نقول انيميتد، تقدر تحوله لفيديو. تيجي هنا عندك على انيميت، تقدر تختار هنا عندك افتراضا اي حاجه. نيجي مثلا يا سيدي عندي على هيلا مش هيلو، شكلي عايز العب هيلو، بس اقدر هنا اضيف الوصف اللي انا عايزه. افتراضا اكتب مثلا اهو اجعل هذه المراه تقوم باستخدام هذا المنتج. افتراض ما عنديش صراحه افكار، تمام، احط ده. واقدر هنا اختار عندي يا سيدي اللي هو انليمتد، اقدر هنا اختار 6 ثواني 1080 وبس. خلاص اجي هنا عندي وانتظر عندي لحد ما الفيديو يعمل ونشوفه مع بعض. يعني اقدر احول المنتج كمان لفيديو باي حاجه في خيالي، بس انا طبعا اخترت ايه يعني فكره بسيطه. فنشوف هو خلص دلوقتي، فتعال نشوف. لبسه طربوش ماشي، انا مش فاهم حاجه بس ماشي، اديك فهمت. وجرب الموقع هو الصراحه من حيث المنتجات كويس. فبس ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدتوا منه. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، انه بيساعد. اشوفكم على خير بقى باذن الله في فيديو جديد، ومع السلامه.